تخيل معايا تصحى من النوم مش فاكر اي حاجة وتكتشف انك كنت في غيبوبة بقالك 800 سنة، وعلى عكس المتوقع بتكتسب قدرات خارقة وبتلاقي نفسك اقوى من كل اللي موجودين حواليك. على العموم يا بشوية تعال احكي لك القصة من الاول. قبل ما نبدا يا صاحبي عايزك تعرف ان الفيديو ده متعوب عليه جدا، وانك النهارده هتشوف عظمه وانت بتتفرج، وده لان رجعت لكم بحكايه جامده جدا. فطبعا ما تنساش اللايك والكومنت المحفز، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه فمستني يا صاحبي اشترك دلوقتي وفعل الجرس وخش اتفرج على اقوى واجمد الفيديوهات، ده طبعا غير العظمه اللي جايه في الطريق. وبلاش رغي كتير فلنبدا الفيديو. تبدا قصتنا مع شاب قوي اسمه فرانك، وبنشوفه محتجز فرسان مملكه ليكودونيا لانه بلاء، وواحد منهم بيحاول يهدده ويعرفوا ان المملكه دي لا يمكن تسكت على اللي حصل ده وهيقدروا عليه. لكن فرانك ولا بيهتم بيهم، وبيأكد انهم مش اول فرسان يخلص عليهم، وبيصدمهم انه مجرم مشهور بصائد النبلاء، وكل الزعماء بيدوروا عليه، وعلى طول بيضرب الفارس بقوته السحريه وبيفقدوا الوعي، وبينصحهم انهم ما يقاوموش لانهم مهما عملوا هينهي حياتهم وهياخد حقه وحق عامة الشعب منهم. وقبل ما يخلص عليهم بيسألهم عن سبب رفضهم انه يبقى عنده قوة خارقة زيهم، ولك منه انسان عادي يعني. وعلى طول بيتحول ويخلص عليهم بطريقة بشعة، وصوت صريخهم بيملى المكان. بعدها بيتجمع زعيمين ليندايجر وراجا وبيروحوا للملك، واول ما بيدخلوا على القاعة الملكية بيشوفوه وهو بيتكلم مع رايزر وبيعرض عليه ان هو يعيش معاهم في القصر وهيكون ليه جناح خاص وفلوس وخدم وحشم. لكن رايزر بيرفض، وبعدها بيتفهم الملك قراره وبيشكره وبيسيبه وبيمشي. فبينصحوا الملك يبقى يجي يزوره من وقت للتاني على الاقل ويبطل عزله، بس رايزر ما بيقفش يسمعه حتى وبيمشي. واول ما بيخرج بيبرر الملك للزعماء انه انطوائي وخلقه ضيق، علشان كده بيمشي بسرعه. فبيستغربوا جدا في الشخص ده ازاي بيعامل الملك بالطريقه دي، وبينصحوا الاندايجر ما يدلوش اكتر من حجمه. فبيفكروا الملك انه اقوى واحد فيهم وله مكانه خاصه، والكلام ده بيضايق الاندايجر جدا. فبيغير الموضوع ويبلغوا ان في فرسان قدروا يهربوا من فرانك وعرفوا منهم المعلومات مهمه جدا، وانه بشري وعنده قوه كبيره جدا محدش يقدر يتصداها، ولحد دلوقتي مش عارفين مصدر قوته، ولو سابوه اكتر من كده هيقضي عليهم كلهم. فبيأمرهم الملك يراقبوه ويحاولوا يجيبوه لحد عنده سليم لانه عاوز يقابله بنفسه، وبعدها هيقرر هيعمل ايه معاه. وبالليل بيوصل له فرسان لبيت فرانك وبيحطوا براميل بنزين وبيولعوا فيها، واول ما بيسمع فرانك صوت الانفجار بيطلع يجري من المكان، والفرسان كلهم بيلحقوه. فبيقف يواجههم، وساعتها بيطلب منه يجي معاهم في هدوء، واول ما بيرفض بيرفعوا سيوفهم وبيقرروا ياخدوه بالعافيه. فبيضحك فرانك على كلامهم ويضربهم بقوته السحريه وبيقضي عليهم كلهم. وبعد ما بيشوفهم مرميين على الارض وهم مصابين ومش قادرين يتحركوا فبينصحهم ما يحاولوش يقبضوا عليه تاني. وساعتها الاندايجر بيظهر له وبيوضح له انهم فعلا استهتروا بقوته، وبيأمر فرسان ان هم ينسحبوا كلهم وبيبلغوا الملك باللي حصل. وبعد ما بيمشوا بيجي راجا كمان وبيعرفوا بنفسه، فبيرحب بيهم فرانك وبيقول لهم انا فخور بمقابله الاثنين من اعظم الزعماء قبائل المملكه في وقت واحد. واول ما بيأمروه يجي معاهم بالذوق بيفكرهم باللي حصل في الفرسان من شويه، واثناء ما بيكلمهم بيهجم على راجا بس بيقدر يهرب من ضربته، وبيطلب من لانديجر يتراجع وبيعرفه انه لو حصل اي حاجه هو كده كده محدد مين هيبقى وارث لقبيلته من بعده. وبيوجه كلامه لفرانك وبيوضح له انه من قوانين المملكه عدم تدخل الزعماء في المعارك، بس هيخالفها علشان خاطر عيونه. وفجاه بيهجم عليه وبتدور ما بينهم حرب شرسه جدا، وما بيتاكد راجا من قوته بيقرر يستخدم سلاح الروح وبينصحه يتراجع قبل ما يخلص عليه. فبيستفزه فرانك وبيقول له انا مش كل يوم هيبقى عندي فرصه ان انا اواجه زعيم، وبيستخدم سحره وبيظهر له سلاحه هو كمان. فبيتصدم راجا اول ما بيشوف وبيسال لاندايجر لو فعلا في بشر يقدر يمسك سلاح الروح، فبيطمنه ويقول له انه قوي. بعدها فرانك بيهجم عليهم بسلاحه فبيهربوا منه بسرعه وبيقفوا يستغربوا قوته، وبيجي من ورا راجا وبيهجم عليه وبيسالوا لو هم بس اللي من حوامي يصطادوا البشر. وبنفهم ان فرانك بيكره النبلاء لان في جزء منهم بيستغلوا مكانتهم في السيطره على موارد البلد، وعشان كده قرر يعاقبهم بنفسه ويقضي على كل النبلاء ويثبت ان البشر اقوياء. وبيضرب بسلاحه في الارض وفجاه بيتحول لوحش وما بيقدرش يتحكم في قوته. فبيلاحظ لاندايجر قوه بدات تستهلك روحه وهتقضي عليه، وبيقرر يتدخل ويستخدم سلاحه السحري وبيهجم عليه وهو وراجا. بس فجاه بيحصل انفجار كبير وبيختفي فرانك وبيهرب، لكن اثر النزيف بيتبان على الارض وبيتتبعوه. وفي الطريق بيشوف فرانك قصر غريب كده فبيدخله وبيحاول يعالج جرحه، وبيلاقي قمصان كتير قدامه فبيلبس واحد منهم وبيمشي في القصر وهو ماسك ايده وهو بتتألم، وبيعترف لنفسه ان هو مش قادر يتحكم في قوته وبيفتكر المكان فاضي ومهجور لحد ما بيشوف اوضه طالع منها ضوء قوي جدا. ولما بيدخل بيتفاجئ برايزر واقف قدام الشباك، واول ما رايزر بيشوفه بيعرفه ان القميص اللي لابسه بتاعه. فبيعتذر فرانك وبيحاول يمثل عليه وبيعرفه ان الخادم الجديد للقصر، وبيساله لو نسي الملك يبلغه. فبيصدمه رايزر وبيقول له ان هو ملك القصر الوحيد وعايش فيه لوحده. اثناء ما بيتكلموا بيدخل اندايجر وراجع عليهم
واول ما بيشوفوا رايزر بينحنوا وبيعتذروا منه وبيوضحوا له انهم جايين يقبضوا على فرانك بامر من الملك. فبيضحك فرانك وما بيبقاش عارف يقول ايه، وساعتها رايزر بيلاحظ جرحه فبيستخدم سحره ويحول لبس فرانك لزي خادم، وبيأكد لهم انه خادم عنده وبيرفض يسلمه لهم، وبيأمرهم ان هم يبلغوا الملك بكلامه. فبيمشي على طول وبيستغرب فرانك وبيسأل نفسه مين الراجل الغريب اللي قادر يأمر الزعماء ويخالف اوامر الملك بمنتهى البساطه كده، وما بيبقاش فاهم اي حاجه. وبتعدي السنين وبنشوف رايزر وفرانك وهم بيحاربوا بعض تاني، وفي نص المعركه قوه فرانك بتسيطر عليه، لكن المره دي بيقدر يتحكم فيها وبيقع من كتر التعب. وقتها بنفهم ان رايزر بيدربه كل يوم على التحكم في قوته وطريقه استخدامها بشكل صحيح، وبيمد له ايده وبيقومه. وفي نفس الوقت رايزر بيكون واقف في الشباك بيتفرج من بعيد، وبيدخل عليه ليندايجر وبيوضح له انه ما غيرش رايه في فرانك حتى بعد ما عدت 5 سنين على وجوده معاهم، وهيفضل شايفه مجرم وممكن يأذيه. وبينبهه انه جزء كبير من النبلاء دلوقتي بيفكروا فيه بطريقه سلبيه بعد ما دافع عن فرانك اللي كان بينهي حياه اخواتهم، وبيطلب منه يقنعه يروح يقابل الملك ويظهر الطاعه للنبلاء عشان يقدروا يطفوا نارهم شويه قبل ما يحصل مشاكل. فبيأكد له رايزر انه هياخد باله ويحاول يقنعه، وبيشكره على اهتمامه بيه هو والملك وقلقهم عليه. وبالليل بيجهز فرانك الشاي لرايزر وبيساله عن السبب اللي بيخليه طول اليوم واقف قدام الشباك، وعلى مدار ال5 سنين اللي قضاها معاه عمره ما خرج من القصر. فبيوضح رايزر انه ما بيخرجش غير لو الملك استدعاه، وبيأكد له ان مفيش اي سبب مانعه من الخروج، لكن هو بيحب العزله والتأمل في السماء والاشجار والنجوم طول الوقت، وده كل اللي محتاج له. وبيعرفه كمان انه بيحب الشاي من ايده جدا، بقى شيء اساسي في حياته. بيتكلم معاه في موضوع مقابلته للملك، وتاني يوم بيقتنع فرانك وبيروح القصر الملكي وبيمشي وسط الفرسان وهو سامع كلامهم السيء عنه وكرههم ليه. واخيرا بيوصل على القاعه الملكيه، واول ما بيشوفوا الملك بيرحب بيه جدا وبيعرفوا انه بقاله سنين مستنيه، وبيطمن عليه وبيقول له انه اتفاجئ لما عرف ان رايزر عينه كخادم، وبيحسده على حظه وبيوضح له انه بيحب رايزر وبيحس ان في علاقه قويه بتربطهم ببعض، وبيعتبره زي ابنه، لكن هو انطوائي شويه وما بيحبش يختلط بيه مهما نحاول معاه. وبيعرض عليه يستغل قربتهم ويبقى واحد من النبلاء ويعيش حياه طويله علشان يفضل جنبه ويحميه. وقتها فرانك بيرفض ويفتخر انه بشري ومش هيفضل خادم لواحد منهم طول حياته. فبيسالوا الملك عن سبب وجوده معاه 5 سنين، وانه اكيد عرف ان رايزر غامض واختار الوحده لنفسه وماشي في الطريق الصحيح وما بيتبعش حد، لدرجه انه اوقات بيغدر بالنبلاء، واول ما بيغلطوا بيفضح اسرارهم، واهم حاجه عنده يقضي على الشر. وبيعترف له ان هو الوحيد اللي بيتميز بصفه النبلاء الحقيقيه. فبيتعصب فرانك وبيقول لنفسه انه مش هيتحول لنبيل عشان يقضي حياته كلها مع الغامض ده، وبينصحه الملك يستخدم سلطته على رايزر الاول قبل ما يأمره بحمايته. فبيتفاجئ الملك وبيقوم يضحك على كلامه وبيأكد له ان النبلاء والبشر متساويين، ومن الصعب عليه يغير تفكير انسان ويجبره على حاجه. وبيوضح له ان كل كلامه معاه كان مجرد عرض يقدر يقبله او يرفضه، وبيطلب منه لو قبل عرضه يحمي رايزر من دلوقتي لاخر عمره. وبعد ما بيمشي بيدخل له فرسان وبيسالوا الملك عن السبب اللي خلاه يخرجه بكل سهوله وما يخلصش عليه. فبيوضح لهم انه ممكن يتحول لواحد من النبلاء. فبيعترض واحد من الفرسان وبيفهم الملك انهم كده بيخاطروا وبيسمحوا له يأذي رايزر، رغم ان كلهم عارفين مدى اهميته بالنسبه له. فبيهديه ليندايجر وبيعرف الملك انهم لو عملوا كده هيبقى في اعداء كتير لرايزر بسبب فرانك. فبيأكد لهم الملك ان القرار مش في ايده، ورايزر الوحيد اللي هيحدد هيعمل ايه بالظبط. في الوقت ده فرانك بيروح لرايزر وبيبلغه بكلام الملك، وبيعرف منه انه موافق وما عندوش مشكله، بس بشرط ان هو كمان يوافق وبيديله وقته. وفي يوم بيروح فرانك على القصر الملكي وبيقابل اندايجر في طريقه، وبيعرفه ان الملك استدعاه تاني وشكله كده فاكره حمامه بينه وما بين رايزر. وبيفهموا ان رايزر بسبب مساعدته ليه بيعرض نفسه للمشاكل وبيضحي بحياته، وبيطلب منه ما يعرضوش للاذى. واثناء ما بيتكلموا بيقاطعهم 3 من الفرسان، وبيعرض واحد منهم على فرانك انه يحاربه ويتاكد من قوته بنفسه ويعرض السبب وراء اختيار رايزر ليه. واما بيحاول اندايجر يوقفه بيقاطع فرانك وبيقبل طلب الفارس وبيخرجوا في ساحه القتال، وبتدور ما بينهم معركه شرسه جدا والفارس بيكون متفوق عليه وهزيمه فرانك بتقرب. وبيقف اندايجر ومعاه ريجا وبيتفرجوا من بعيد وبيسالوا بعض عن سبب تساهله مع الفارس رغم قوته. وقتها الفارس بيستفز فرانك وبيطلب منه يجيب اخره ويوري له القوه اللي كان بيخلص بيها على اخواتهم من النبلاء، وبيهجم عليه. فبيصد فرانك ضربته وبيبان ان الفارس غيران منه وكان نفسه يبقى مكانه بعد ما رايزر اختاره ويعيش معاه، رغم انهم حتى مش مسمح لهم يقربوا منه. فازاي هو حتى انسان وقابل يخليه جنبه طول الوقت، وبيقول له ان رايزر عايش علشان ينفذ هدف واحد بس وهو حمايه النبلاء والحفاظ على تواجدهم في العالم. فبيقوم فرانك يواجهه تاني وبيتحول لوحش وبيهجم عليه، وبتدور ما بينهم حرب شرسه لحد ما الدنيا بتليل، وفي النهايه بيطير له عينيه وبيهزقه. فبيقف الفارس وهو بينزف وبيدخل للزعماء وبيأمروه ينسحب لان استحاله يفوز عليه. وفجاه بيضرب فرانك بكل قوته في الارض وبتهتز المملكه كلها، ومن وسط الضباب بيظهر الملك ورايزر وبيشوفوا حاله فرانك وخروجه عن السيطره. وقتها الفارس بيطلب من رايزر يخلص عليه، فبيتجه رايزر ناحيته وبمجرد ما بيقرب منه بيضرب فرانك بقوته السحريه وبيصيبه في وشه. وقبل ما يهجم عليه تاني بيستخدم نزيفه
وبيسيطر عليه بعاصفه ضخمه، وبيوقف سلاح فرانك القوي بايد واحده. فبيبص له فرانك وهو بيعيط بعد ما جرحه لانه مش قادر يسيطر على نفسه. في اللحظه دي بياخد رايزر نزيف فرانك، وبمجرد ما بيحطه على بقه بيقدر يتحكم فيه، وبيظهر فرانك في عالم تاني وهو طاير في الجو، وبيجي رايزر قدامه ويفوقه، واول ما بيحاول يقرب منه بيرجعه تاني على ارض الواقع، وبيرجع فرانك لطبيعته وبيقع على الارض من التعب. فبيتهم الملك ان رايزر قرر يخليه تابع ليه وواحد منه بلاء. وفي نص الليل بيصحى فرانك وهو مفزوع، وبيلاحظ ان جروحه اتدوت، فبيلم هدومه وبيخرج وهو بيتألم علشان يشوف رايزر. وكالعاده اول ما بيوصل على اوضته بيلاقيه واقف قدام الشباك وبيشكره على انقاذه ليه، فبيطلب منه يعمل له شاي. وقبل ما يخرج فرانك بيلاحظ انه بيكح نزيف، وبيكمل طريق المطبخ وبيقف يأنب ضميره، وبيفهم ان رايزر استخدم نزيفه لحمايته على حساب صحته، وبيسأل نفسه ليه ممكن واحد زيه يعمل كده علشان. وبيروح له بفنجان الشاي، وقتها رايزر بيفهم انهم دلوقتي بقوا مرتبطين بالنزيف، وبيسألوا عن موافقته انهم يبقوا روح واحده ويبقى تحت سيطرته مدى الحياه. فبيوافق فرانك وبينحني وبيوعده انه هيحميه للابد. وبعد فتره بيتوفى الملك بطريقه مجهوله، وبتكتر اشاعات عن رايزر، والكل بيتهمه ان هو اللي نفذ الجريمه دي لانه اقوى واحد في المملكه والوحيد اللي قادر ينهي حياه ملكهم. وبتبدا الفوضى وعينك ما تشوف الا النور. وقتها فرانك خد رايزر وسفره على اليابان علشان يحميه ويبعده عن الانظار شويه، ويقرر انه يخرجه من عزلته. فاسس مدرسه ثانويه وقدم لرايزر فيها على انه طالب علشان يقدر يتعامل مع البشر ويعيش حياه طبيعيه. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا سلام.